السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. يا رب دايما يصلح لكم اموركم وامورنا اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وعندنا النهاردة ان شاء الله ميزانية واقعية ل8 وجبات في الاسبوع. يعني ايه ان شاء الله 8 وجبات؟ عبارة عن كل وجبة فطار وغدا وعشاء، ونشوفها هتتكلف معانا كام. بس انا مش هقول لك الميزانية بالفلوس لان كده ببقى بكذب عليكي بصراحة. يعني ممكن يبقى فيه شيء موجود وشيء تاني مش موجود، ممكن يبقى كل الأشياء مش موجودة، ممكن كل الحاجة موجودة، فدي بتختلف من بيت لبيت. تعالوا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسهلها مع بعض كده وربنا يسهلها علينا وعلى جميع المسلمين. أول حاجة عندنا هنا هنسمي بسم الله. عندي بطاطستين مسلوقين، وده بيرجع لعدد أفراد الأسرة. أنا عن نفسي 4 أفراد. هنبتدي نهرس البطاطس ونحط عليها بقى شويه من التوابل، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره، ربع معلقه بابريكا، ربع معلقه شطه حسب الطلب، وشويه ملح. وعندي هنا بيضتين مسلوقين، ابتديت اقطعهم بالسكينه بالشكل ده ونضيفهم على على كميه البطاطس. ده طبعا فطار اول وجبه معانا النهارده ان شاء الله. سهل جدا، وضفت كمان شويه من الزيت، ممكن لو عندك حته قشطه تحطيها، عايزه تضيفي جبنه. انا عملت عباره عن بطاطس مسلوقه وبيضتين مسلوقين. وابتديت اجيب العيش ونقسمه كده نصين ونعمل سندوتشات. يعني وجبة الفطار ما بتبقاش فيها قاعدة ولا فيها حاجة. وممكن كمان لو عندك اللهم صل على النبي، ولادك يعني في المدرسة لسه، هتعملي لهم سندوتشين. عايزة تستبدلي العيش البلدي بعيش فينو، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. وابتديت احشي السندوتشات بتاعتنا بالحشوة اللي احنا عملناها مع بعض. وده فطار اول يوم. مش هقولك بقى بيتكلف كام، لان ممكن يبقى عندك البيض وعندك البطاطس، ممكن ما يبقاش لا عندك بطاطس ولا عندك بيض. بس التكلفة زي ما انتم شايفين بسيطة جدا، وده بيبقى حسب قدر قدر المستطاع لكل بيت طبعا. وبتعملي طبعا الكميه المناسبه. دي كميه ل4 افراد زي ما انتم شايفين. وقطعت طماطمايه وخيارايه وفطار سهل. هتعملي بقى جنبه كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، كوبايه لبن، كوبايه شاي بلبن، زي ما تحبي. ده سندوتشات بسيطه وسهله. وممكن تكتري كمان البطاطس طبعا حسب الكميه اللي عندك. نبتدي بقى في وجبة الغدا. وجبة الغدا وجبة حلوة كده، وبنعملها في يوم أجازة، ما بتبقاش في يوم الدراسة أو في يوم الشغل، عشان إيه؟ محدش يتكسل معانا وينام بعد أكلة السمك. عندنا سمك مقلي وشوية رز كده أحمر، أو رز الصيادية بتاع السمك. وقطعت بصل وعملت سلطة وشوية جرجير، وأكلة سهلة. والأكلة دي عبارة عن كيلو سمك، 4 سمكات، واحيانا بيعدي الكيلو يبقى كيلو وربع. عندي كيلو السمك ب110، معرفش عند حضرتك يبقى بكام. ودي كانت وجبة النهاردة، بما اننا في يوم الاجازة كده وعايزين ناكل اكلة سمك، وولادنا مش بيبقوا قوي كيفة في السمك، فاحنا على الاقل بتبقى وجبة كل اسبوع. دي وجبة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل جنبها شوية رز احمر، والسمكة قليناها في البيت، وسهلة ومش بتاخد مننا وقت، وبيستحسن انها تبقى في في يوم اجازة. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليها افضل الصلاة والسلام. وده كان الغدا، يبقى احنا كده حضرنا الفطار والغدا. تعالوا بقى نشوف العشاء عبارة عن ايه. هنسمي بسم الله. عندنا برضو جبنة، وعندنا خيار وطماطم وجرجير وعيش بلدي. وهنبتدي نعمل سندوتش خفيف للي هيجوع. طبعا يعني احيانا انا من الناس اللي ممكن يبقى غدايا متأخر وما بيبقاش في عشاء قوي. المهم ايه، للي هيجوع هنعمل سندوتش بقى كده ايه، عبارة عن سندوتش جبنة بجرجير كده، بيبقى طعمه حلو ومغذي للولاد، مغذي لينا طبعا، الجبنة مع الخضرة. او ممكن انت بقى بتستعملي وجبة العشاء اللي انت عايزاها. بس انا عايزة اقولك ان كده ميزانية معقولة وعلى قد الايد. عملنا السندوتشات جبنة بالشكل ده. هنبتدي نقطع بقى ايه، ناخد جرجير الاول نحشي بيه السندوتشات، وده هيبقى مغذي طبعا، والخضرة والفيتامينات عشان الولاد. يا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونعمل سندوتش كمان نحشيه بالطماطم، ونحشي سندوتش كمان بالخيار. يبقى احنا كده عملنا سندوتشات ايه، يعني بتعتبر ايه، مختلفة في في الطعم. هيبقى سندوتش جبنة بالخيار، سندوتش جبنة بالطماطم، سندوتش جبنة بالجرجير، وبرده كوباية الشاي او الايه الحاجة السخنة اللي انت عايزاها جنبه. وبكده خلصت الايه الوجبة العشاء بتاعنا بتاعت اول يوم، عبارة عن فطار وغدا وعشاء. دوت كان السندوتشات بتاعنا اهي.
لو حد جاع بالليل بنعمل له ايه؟ سندوتش سهل. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف بوجبه تاني يوم. عندنا هنا عيش، طبعا انت عايزه تشتري العيش اشتريه. انا من هوايات ان انا احب اعمل فيه بعض الحاجات كده في البيت. انا عامله عيش هنا، عامله عيش كبير وعيش صغير للسندوتشات. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله معمول في البيت، ومعمول كميه حلوه، وكلها من كيلو دقيق، حاجه كده تملى البيت خير. يعني كيلو الدقيق ب18 جنيه، يعني ايه العيش ده ب20 جنيه. عملت بقى انا عندي عامله فول وعامله وانا اللي عامله عجينه الطعميه، وعملت شويه سلطه وشويه طحينه. وخدت السندوتشات دي ممكن تستبدليها بالعيش البلدي، او ممكن تجيبيها عيش شامي من عند بتاع السندوتشات، وتبتدي تعملي بقى السندوتشات. سندوتشات في البيت في منتهى الجمال، نظيفه وجميله وكانك شاريها من بره. يعني بصي، حاجات كده بتبقى سهله وبتسهل علينا كتير والله. يعني هتقولي انا اهي شويه مخلل وادي السندوتشات، وجبت لهم حاجه ساقعه وعملت لهم احلى فطار كانهم هيفطروا من بره بالظبط. ادي سندوتش الطعميه البيتي اللي احنا عاملينه، وسندوتش فول بالثوم بقى اللهم صل على النبي والليمون، وحاجه كده تفتح النفس. تعالوا بقى نعمل الغدا النهارده، عباره عن كزبريه انا كان نفسي فيها. عايزه تبدلي الغدا بتاعك بحاجه تانية، بدليه باللي انت عايزاه. انا عامله النهارده فول منبتاه زي ما انتم شايفين كده، نبته عندي في البيت. وبعد ما نبت كده ما خليتش الزلومه تطول قوي، علشان بس انا عايزاه عباره ان هو يفصص معايا. حطيته في ميه عشان ما ينشفش معايا، عشان طول ما انا بفصصه يفضل طري طراوه كده، ان هو يتفصص معايا بسهوله. طبعا طول ما هو منبت زي ما انتم شايفين القشره هتطلع معاكي بمنتهى السهوله. انت بتضغطي عليها تروح ايه؟ طلع. انا ما عملتهاش يعني، انا ما عملتهاش خالص على فكره. الكزبريه دي كنت جدتي رحمه الله عليها كانت بتعملها لنا. ايه اللي فكرني بيها؟ اكله من الاكلات الجميله الشعبيه الحلوه البسيطه اللي ما بتتكلفش معاكي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، يعني هتجيبي نص كيلو فول تنبتيه هيطلع معاكي بالكميه دي، بيطلع كميه حلوه قوي. وانا ما عملتش الكميه كلها والله. ابتديت بقى احمر بصلايه، وحطيت مكعبين من المرقه، وبعد كده حطيت الطماطم سبتها تتسبك ثواني، وبعد كده ضفت لها بقى ايه؟ الفول النابت اللي احنا مفصصينه مع بعض، وابتديت اقلبه كده مع فصين من الثوم، ونحط له بقى التوابل، شويه فلفل اسود، شويه ملح، شويه كمون، شويه كزبره. وابتديت احط له بقى ميه، وطبعا انا ما حطيتش ملح لان انا حاطه مكعبين من المرقه. وادي بقى احلى طبق فول ممكن تقضي بيه يوم، سهل جدا وبسيط. وبرده مش هقولك الميزانيه كام، انت طبعا كست بيت عارفه شويه الفول دول بيتكلفوا قد ايه. عندك شويه طماطم النهارده؟ لا ما عندكيش، بس الاكله بسيطه جدا جدا ومش هتتكلف معاكي حاجه. وادي عندنا هي، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وتعتبر أكلة اقتصادية، عبارة عن طبق فول كده ما شاء الله بالدمعة. وعندنا هنا شوية مخلل، شوية رز أبيض، عايزة تعملي شوية رز بالشعرية زي ما انت عايزة. وممكن تعملي جنبها بتنجان مخلل، شوية بطاطس محمرين زي ما انت عايزة. الأكلة سهلة جدا وبسيطة. تعالوا بقى بينا نعمل لهم بقى عشوة حلوة، طالما الغدوة يعني كانت على باب الله. تعالوا نعمل لهم عشوة حلوة. عندنا هنا كيلو من الدقيق، حطينا له ربع معلقة من الملح، حطينا 3 معالق من السكر، وابتدينا نعجن العجينة بتاعتنا. عجينة سهلة جدا، وعايزينها عجينة تبقى يعني ايه طرية كده مش يابسة قوي. هنعمل ايه؟ هنعمل فطير مشلتت نعمله بكيلو دقيق، وممكن تعملي نص كيلو دقيق يعمل لك فطيره واحده. بصي العجينه اهم حاجه ان هي تتعجن كويس. بس انا طبعا بجري الفيديو عشان الفيديو بيعتبر طويل، لانهم 8 وجبات فطار غدا عشاء كده. وابتدينا بعد ما العجينه ارتاحت عندنا، خدنا اول قطعه. انا بعمل لقطعه اللهم صل على النبي للفطيره عباره عن 8 ايه؟ 8 كور. ببتدي افرد الكوره بالشكل ده، وادخل زي ما انتوا شفتوني كده. الاولانيه انا تنتها وحطيتها على جنب، وادي الكوره التانية. بصي بقى هوريكي هتعملي ايه. هناخد اللي احنا فردناها الاولانيه ونحطها جوه الايه؟ جوه اللي احنا بنفردها التانية بالشكل ده، ونطبق عليها ونحطها على جنب، ونبتدي نفرد اللي بعديها. هكذا بقى لغايه ما بنخلص الفطيره بالشكل ده اهو، كله في اتجاه واحد بالشكل ده، ونطبق عليها ونسيبها بقى لغايه ما ترتاح، وبعد كده بنفردها. طبعا كيلو الدقيق اعمل لي فطيرتين ما شاء الله كبار وحلوين، والنص كيلو هيعمل لك فطيره. بصي بقى ما شاء الله الفطير طالع في الفرن زي الفل. عايزه تحطي بقى على وشه حته قشطه، حته سمنه بلدي، اللي انت عايزاه.
يعني والله ما هياخد منك حاجة. انت ممكن تكوني مش غاوية معجنات او غاية او بتحبي تعجني الفطاير وهتقولي بتاخد وقت. والله ما بتاخد وقت خالص صدقيني. بصي الفطيرة ما شاء الله احلى من اللي انت هتشتريها من بره، وهتقعد عندك كمان. اللي هيفيض هتحطيه في الفريزر وتستخدميه وقت ما تعوزيه. وده كان ايه العشاء بالليل زي ما انتم شايفين كده. وهنعمل لهم بقى جنبه عسل اسود، حته جبنه اللي موجود بقى عندك. وما شاء الله الفطير طري طراوه ما حصلتش زي ما انتم شايفين، ومورق، وانا مش عاملاه دسم قوي. اكله سهله جدا وبسيطه. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي بقى في تالت وجبه. طبعا عايزه اوريكي الفطيره ما شاء الله. بصي انا عماله اقطع فيها بسم الله ما شاء الله، عز كده حاجه كده. تعالوا بقى بينا نسمي بسم الله. عندنا بقى ايه كميه من الدقيق، نص كيلو من الدقيق، عليه معلقه كبيره من الخميره، عليه معلقتين من السكر، عليه ربع معلقه من الملح. ونبتدي نلفهم بايدينا بالشكل ده، وميه دافيه للعجن. بصي على طول بتعجني بقى العجينة 10 دقايق كده ما بين ايديكي. عندك عجان بيسهل معاك. صدقوني المعجنات بتوفر كتير كتير في مصروف البيت. هقولك ليه دلوقتي. ادي العجينة عندنا خمرت ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا اللي متابعني على قناتي عارف ان انا يعني ايه من محبين المعجنات. ما بين يوم والتاني كده بعمل معجنات بتكفيني فطار وعشاء. يعني بتبقى حلوة بجد. يعني اللي اعمله ياكلوا منه والباقي احطه في الفريزر واطلعه وقت ما بيحتاجوا. ابتدينا بقى نقطع العجينة بتاعتنا. هنقطعها لتقريبا 10 قطع حسب ما العجينة تقطع معاك. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعتها ل10 كور. هنبتدي نكورها. هنعمل بقى باتيه ما شاء الله بالجبنة، هيعجبك جدا وهيقعد معاك وهيوفر معاك كتير. ولو عندك بقى حد بيروح المدرسة هتحطي له معاه في اللانش بوكس، هيبقى في منتهى الجمال. او تفطريهم بيه تعشيهم بيه زي ما انت عايزة. انا فردت اول كوره بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وابتديت ادهنها بزبده بدرجه حراره المطبخ او سمنه اللي متوفر عندك. ابتديت ادهنها كلها كده من جوه ومن بره واطبق عليها، واسيبها بقى جنبي كده على جنب ترتاح. وابتدي ايه في اللي بعد كده. بعد بقى ما العجين عندي ارتاح خدت واحده كده وابتديت افردها، واحط عندي بقى طبعا هي مرقه من الزبده. هبتدي بقى احشيها بالجبنه بالشكل ده كده. وبعدين نلفها بقى ايه رول. بصي سهل وبسيط واسهل من كده مفيش. صدقيني لو انت ما بتحبيش الحاجات دي اعمليها في ربع كيلو دقيق. في ربع كيلو يعني ما انتش خسرانه في حاجه. احنا عندنا هنا الدقيق عباره عن الكيلو ب 16 او 18 دقيق من عند العطار عادي خالص، كيلو سايب. بس اهم حاجه يبقى مضمون وما يبقاش قديم اللي هو الدقيق. وبتعجني بيه وبتعملي بيه كل اللي انت عايزاه. ابتديت اقطع بقى الايه الباتيه بالشكل ده في الصينيه. وبعد كده دهنت وشه بالبيض ودخلته الفرن على درجه حراره 200 او درجه حراره عاليه. بصي التوريقه بقى بتاعت الباتيه ما شاء الله. عايزه اقول لك ان ده الحرف بتاع الصينيه. بصي بقى الباتيه من جوه ما شاء الله سخن. طبعا هنجيب قطاعه بقى ونطلع بيها، يعني مش مستنياه لما يبرد. عايزه اقول لك انه رغم ان هو سخن طري ما شاء الله مورق في منتهى الجمال. حاجه كده تعجبك وتعجب الولاد. بدل ما بتروحي تجيبي الكيلو ب 100 جنيه انت هتعمليه من جوه البيت. مش هيكلف معاكي حاجه. حته سمنه من البيت او حته زبده شويه دقيق هتشتريهم، يعني نتكلف معاكي 30 جنيه يبقى كويس. وعملنا جنبه بقى ايه نسكافيه. عايزه تعملي شاي بلبن، عايزه تعملي بقى اللي انت حباه. شوفي ما شاء الله التوريقه. ادي الفطار بتاعنا. تعالوا بقى ايه نعمل الغدا مع بعض. عندنا بقى الغدا عباره عن نص كيلو من البانيه كنت متبلاه وحمرته في بيض وبقسماط. وبرده البقسماط بعمله عندي. وادي شويه مكرونه سباكيتي، وجبت لهم كيس شيبسي بدل ما احمر بطاطس. أكلة سهلة جدا وبسيطة وغدوة في منتهى الجمال والولاد بيحبوها. تعالوا بقى العشاء عندنا ايه. العشاء عندنا الباتيه اللي احنا عاملينه الصبح هنتعشى بيه بالليل. الجعان يطلع باتيه ويعمل كوباية شاي بلبن، او يعمل كوباية شاي وياكل واحدتين مع الايه، ياكل قطعتين من الباتيه وكده. دي العشوة. تعالوا بقى بينا نحضر الفطار اللي بعد كده. عندنا هنا 4 بيضات حطينا عليهم كيس من الفانيليا. عندنا هنا
كوبايتين من السكر او كوبايتين الا ربع زي ما تحبي الكيكه مسكره او دلع شويه. وابتديت اضربهم، ممكن تعمليهم في الخلاط. ضربت البيض مع السكر لغايه ما بقوا ابيض بالشكل ده، كريميه كده زي ما انتم شايفين. هنبتدي نجيب كوبايه دقيق، ونجيب عندنا كيس بيكنج باودر كامل ونضيفه كده على كوبايه الدقيق. بعد كده هنضيف بقى عندنا للسوائل كوبايه من الزيت وكوبايه من اللبن، ونعمل كيكة كده حلوة في منتهى الجمال، نفطر بيها الولاد، او لو هم رايحين المدرسة هياخدوا قطعة معاهم. هنبتدي نضرب بس نمزج الزيت مع اللبن مع البيض، وبعد كده بنضيف اول كوباية دقيق ونضيف تاني كوباية. الكيكة دي بتاخد معايا من 3 ل3 ونص من الدقيق، وانت ما بتحطيش كمية الدقيق كلها لان كل دقيق بيختلف من نوع لنوع. صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم كده، وما تنسونيش بدعوه حلوه ولايك حلو من ايديكم. هنبتدي بقى نفضي الكيكه بتاعتنا وندخلها الفرن. طبعا كل الحاجات دي يعني انا سريعه على طول في الفيديو علشان وقت الفيديو طويل. ابتدينا بقى بعد ما الكيكه استوت ابتديت اقلبها بالشكل ده، وادي الكيكه طالعه بسم الله ما شاء الله من 4 بيضات وكوبايه لبن، وممكن كوبايه اللبن كمان تستبدليها بكوبايه ميه، بتطلع كيكه في منتهى الجمال. يعني المتوفر عندك اشتغلي بيه، مفيش لبن يبقى مش هعمل كيكه، لا بعملها بالميه بتبقى زي الفل. ادي الكيكه بقى، طبعا انا مستنيتش عليها لما تبرد، زي ما انتم شايفين كده سخنه مولعه نار. كيكه ما شاء الله زي العسل اهي، مفرغه فراغاتها حلوه مظبوطه، يعني ما شاء الله عيار مظبوط 100%. عندنا بقى الغدا ربع فرخه زي ما انتم شايفين، مقطعاه لشرايح، هو ربع فرخه لا ازيد ولا اقل، وهبتدي اقطعه لشرايح كده زي الشاورما. بعد ما قطعناه بقى بالشكل ده تعالوا نشوف هنعمل جبنه بقى طاسه هنحط فيها 4 معالق من الزيت، ونبتدي ننزل عندنا ببصلايه كبيره تكون متقطعه جوليان او جوانح بالشكل ده، ونبتدي نشوحها. بعد كده هننزل عندنا بقى بالفراخ اللي احنا مقطعينها مع بعض، ربع فرخه، يعني مش جاي ربع فرخه. الربع فرخه ده بكام؟ طبعا البانيه ب200، هيبقى بالربع ب50. ونبتدي بقى نشوحها كده مع اللهم صل على النبي مع البصل، ونبتدي نحط توابل فلفل اسود، شويه بابريكا، شويه شطه، شويه توم باودر، بصل باودر، ونقلبهم مع بعض بالشكل ده. بعد كده بنضيف عندنا شويه من الفلفل الاخضر والاحمر، لو عندك فلفل الوان ضيفيه. ادي ربع الفرخه اهو ما شاء الله، ياكل احنا 4 افراد. هضيف كمان معلقه ممسوحه شويه من الدقيق، وابتدي احمرها مع الفراخ بالشكل ده. وبكده خلصت بقى الفراخ معانا بالشكل ده. ضفنا بس شويه ملح وشوحناها بقى، وكنا بنسلق المكرونه على جنب. بعد ما خلصناها ادي بقى كيس من المكرونه، او بتستخدمي نص مكرونه سايبه. ادي الوجبه عندنا عباره عن ربع بانيه و15 جنيه مكرونه 65 صح. وبكده خلصنا وجبتنا. نجيب الطواجن او نجيب صينيه اللي موجوده عندك. انا قلت اعملها لهم مختلفه كده، نزلتها بقى في الطواجن بالشكل ده. وهبتدي انا هحط على وشها جبنه موتزاريلا. ما عندكيش الجبنه الموتزاريلا اعملي معلقتين دقيق بشويه لبن وشويه فلفل اسود، واعملي بشاميل وحطيهم على الوش. في عندك جبنه موتزاريلا ضيفي جبنه موتزاريلا، عايزه تضيفي الاتنين، طبقه من البشاميل وطبقه من الجبنه زي ما تحبي. اكله اقتصاديه وسهله وفي منتهى الروعه، والولاد هيحبوها جدا. طلعت من الفرن اهي، ده كان شكلها. وزي ما قلت لك لو عايزه تحطي طبقه بشاميل انا سايباها عاديه خالص، يعني بتعتبر مكلفتنيش شيء. وشويه الجبنه كانوا عندي في التلاجة، ودي الجبنه دي اختياري. ادي الطاجن طالع من الفرن ما شاء الله سخن مولع، المكرونه زي الفل ومستويه، والجبنه سايحه فيها وحاجه كده. وادي الفراخ، قطع الفراخ هتقولي الفراخ قليله، مظبوطه 100%. العشاء بقى عندنا الكيكه اللي احنا عملناها الصبح هنتعشى بيها بالليل اللي عاوز يتعشى.
احنا كده ايه ظبطنا الميزانية 100%. يعني الحاجة اللي بنعملها للفطار بنستخدمها للعشاء، او استخدمناها للعشاء نستخدمها للفطار. ادي بواقي الكيكة، طبعا دي الكيكة كاملة، بس عايزة اقولك ان بواقي الكيكة اللي موجودة من الصبح لو حد جاع بالليل تبقى موجودة. حد بيذاكر هيقطع قطعة وهو بيذاكر هيحطها كده، وكوباية شاي، وتبقى ايه حاجة ما شاء الله. بصي الكيكة طرية طراوة ما حصلتش. يبقى احنا كده في حاجات عملناها 2 في 1. يعني ايه؟ يعني تكفينا فطار وعشاء او عشاء وفطار زي ما انتوا شفتوا كده. ونعمل معاها بقى ايه لبن لولادنا كده يغذيهم وكده. دي العشوة بتاعت بالليل. تعالوا بينا بقى نحضر لايه للغدوة اليوم اللي بعد كده، الفطار اللي بعد كده. هنسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونعمل بقى وجبة الفطار. بما اننا بنحتار يوميا هنفطر ايه، هنتغدى ايه، هنتعشى ايه. عندنا هنا 3 بيضات سلقاهم، ابتديت اقطعهم بالشكل ده، وعندنا قطعة من الجبنة. طبعا بما اننا بقى اولادنا في المدارس والبتاع فالبيض موجود والجبنة موجودة. مش موجودين ممكن تكوني هتشتري الطاقة كلها، وطبعا الجبنة مش بتاعت يوم واحد. هنبتدي بقى ايه نقطع خيار كده طرنشات، ونعمل سندوتشات. عندنا جبنة بخيار ونعمل جبنة بالبيض. وممكن نحط الوجبة كده من غير ما نعمل سندوتشات، ادي البيض والجبنة والخيار، ونعمل الوجبة مع كوباية شاي. هنبتدي بقى ايه نعمل السندوتشات. الجبنة بالشكل ده، السندوتشات بتبقى تسهل كتير، او لو انت عايزة تحطي في اطباق بقى حطي في اطباق وافطروا عادي. وزي ما قلت لك عندك بقى ايه حد هيروح المدرسه بدل العيش البلدي، لو انت مش عايزه عيش بلدي اعملي عيش فينو، واعملي برضو جبنه بالبيض وجبنه بالخيار، بيبقى في منتهى الجمال. حطينا طبقه الجبنه، بعد كده بنحط بقى البيض بالشكل ده، وسندوتشات سهله كده الصبح في منتهى الجمال. كده حشينا البيض مع الجبنه. تعالوا بقى نحشي الايه الخيار والجبنه بالشكل ده. أكلة سهلة وموفرة، وما عملتش دوشة حواليا ولا قلق ولا عملت حاجة. كده خلصنا بقى ايه كمية السندوتشات. نبتدي نظبطها كده. كمية الخيار الباقية نحطها بقى للي عايز ياكل خيارة او حاجة. وادي سندوتشات سهلة جدا وبسيطة، بيض بالجبنة وخيار بالجبنة، وحاجة كده فطار اسهل من كده مفيش. تعالوا بقى بينا نحضر الغدا. هنعمل ايه في الغدا؟ هنعمل بقى ايه طاجن مسقعه، صينيه مسقعه. قطعنا البتنجان ورشينا عليه ملح وبنسيبه لغايه ما ينزل الميه بتاعته. بعد كده باجي بقى على النار احط بصلايه كده متقطعه مكعبات حلوه، وعليها فصين من الثوم نشوحهم، ننزل عليهم بفلفل حراق او فلفل بارد. وبعد كده ايه ذرة الطماطم المضروب في الخلاط، ونسيبه لما يتسبك خالص. طبعا احنا كنا قلينا البتنجان والفلفل. حطينا بقى ملح وحطينا كمون وكزبره وشطه واللي هي التوابل بقى ايه بتاعه المسقعه. بعد بقى ما الطماطم عندي اتسبكت بالشكل ده بضيف لها بقى ايه كوبايتين 3 من الميه السخنه. وبعد كده بنزل عندي بالبتنجان فيها والفلفل، واحطها في الفرن او اسويها على البوتاجاز، ما بتاخدش وقت. بالشكل ده اتسبكت مع بعضيها، بتلاقي البتنجان عندك زي الزبده. شويه مسقعه في منتهى الجمال، مع شوية عيش بلدي بقى، شوية طماطم معمولين بالخل والثوم، مع بتنجان زي ما تحبي بقى، اللي هو البتنجان المخلل، شوية بطاطس عايزة تحمري جنبها. بصي البتنجان يعني ما شاء الله زبدة خالص، مفيش قطعة ماسكة نفسها. احلى طاجن مسقعة ممكن تعمليه. دوت كان الغدا. تعالوا بينا بقى نشوف العشاء هنعمل ايه. عندنا هنا نص كيلو من الدقيق، حطينا عليه ذرة ملح، وحطينا معلقة من الخميرة، حطينا 3 معالق كبار من السكر مليانين. بعد كده هنحط معلقتين كبار من اللبن البودرة، ولو مش متواجد خلاص بنشيله من الوصفة. عندنا هنا بيضة، وهنحط عليها فانيليا. بعد كده عندنا بقى نص كوباية من الزبدة، او ممكن تستبدليها بالسمنة، ممكن تستبدليها بالزيت. وعندنا كوباية لبن دافية للعجين. مفيش لبن دافي للعجين اعملي بمية. بنعمل ايه؟ بنعمل مع بعض دوناتس. هنعجنه بقى مع بعض كده، وعايزين العجينة بتاعته عجينة حلوة.
دوت بنعمله للعشاء طبعا ولادنا، واحنا بنموت فيه. يعني انت لو بتشتري الواحده من بره بتشتريها بقد كده، لا، ادي نص كيلو دقيق ضفنا له بيضايه، معلقتين لبن بودره، 3 معالق من السكر، ونص كوبايه من الزبده، او نص كوبايه زيت، او نص كوبايه من السمن اللي متواجد عندك. بعد العجينه بقى ما خمرت عندنا، بصوا العجينه ما شاء الله، الحمد لله، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. يحب الشيء وانت هتلاقيكي ما شاء الله بتتقني فيه. اعملي ربع كيلو دقيق، ما تعمليش نص كيلو، لان نص كيلو بيعمل كميه حلوه جدا. هنبتدي بقى نكوره كور صغيره كده زي الليمونه، زي ما انتوا شايفين كده. خلصنا الكميه، بسيبها ترتاح، باجي اروح فتحها من الفتحه من النص، ولا اقطعه ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين كده. بخلص الكميه كلها، بعد كده بسيبه يخمر بقى خالص، واجي بقى ايه حاطه زيت على النار وابتدي احمره. طبعا خلي بالك من التحمير، انه لازم لما يتحمر يبقى مستوي من جوه عشان ما يبقاش ني، وفي نفس الوقت تخلي بالك انه ما يتحرقش معاكي، عشان نسبة السكر اللي جواه بتخليه يستوي بسرعة. ادي الدوناتس اهو شكله زي ما انتوا شايفين. نطلعه بعد كده بقى نسيبه يبرد خالص، لانه هو كده لسه سخن. الدوناتس بتاعنا برد شوية اهو، هفتح لكم واحدة برضو ايه تشوفوها، وبعد ما نغلفه بالشوكولاتة برضو هتشوفيه شكله ايه. بصي ما شاء الله، هوا والله العظيم، يعني مش قادرة اقولك ايه عامل ازاي. عجينة ممتازة ممتازة ممتازة. كنا بقى ايه مسيحين شوكولاتة كده بالحليب، عاملينها مسيحينها على البخار، وابتدينا ايه ندهن بقول ندهن الدونات نغلف الدوناتس كده بالشوكولاتة، وادي شكله. بصوا انا خدت واحدة بقى لان انا بحبها وهي الشوكولاتة سايحة فيها كده. بصوا هشش في منتهى الجمال. ده بقى اولادك هياخدوا منه واحدتين لغايه الصبح، تكون الشوكولاته جمدت، ياخدوا معاهم في المدرسه في منتهى الجمال. بصي يعني انا مكومه نص واحده، بصي اتكومت في ايدي ازاي، اسفه للمنظر، بس انا عايزه اوريكي ان العجينه ما شاء الله في منتهى الجمال. يبقى احنا كده خلصنا الدوناتس، والدوناتس ده برضو هيحضر لنا فطار، يعني هنفطر منه. طيب بعد ما فطرنا بقى من الدوناتس نعمل ايه؟ تعالوا بقى هنحضر بقى. عندنا جريل كده، وعندنا كيلو من السجق، نص كيلو من السجق زي ما تحبي، وهنبتدي بقى ايه نحمره كده في الجريل. طبعا حاطين معلقتين من الزيت، وهو هينزل الدهون بتاعته. هنبتدي بقى ايه نحمره بالشكل ده. طبعا مع التقليب هو بيطرطش طبعا بقى ايه عامل عمايله. بعد كده هنضيف له بقى ايه شويه فلفل مع فصين توم، حراق بارد زي ما تحبي، ونشوحهم مع بعض بيديله نكهه حلوه قوي. عايزه تضيفي بصل ضيفي بصل، انا مش يعني ايه قلت عايزاه محمر كده واخد طعم الفلفل، ورشيت عليه رشه ملح ورشه فلفل اسود. بس ما عملتش فيه اي حاجه، اكله سهله جدا ومش هتاخد منك مجهود. مش احنا عملنا بالليل الدوناتس وفطرنا منه الصبح، ودي اكله سهله ما فيش بعد كده. عايزه بقى تعملي معاها شويه مكرونه، عايزه انا هعملها بقى ايه سندوتشات زي ما الولاد عندي بيحبوه، وهو سخن كده، ان احنا بنحب ناكل السجق وهو، يعني انا ببقى اعمل السندوتشات واتصل على الجريل على النار والله. نخلص بقى كمية السندوتشات بنحشيها بالشكل ده وندي لولادنا، واحنا ايه نتغدى غدوة الكل بيحبها على فكرة. ولو عايزة تستبدليها بمكرونة او تعملي طاجن زي ما تحبي. تعالوا بقى نشوف هنعشيهم ايه. عندنا هنا كيلو من الدقيق، هنضيف له معلقة كبيرة من الخميرة، يعني معلقة تكون مليانة. وهنبتدي نضيف السكر. عندنا هنا ايه معلقتين كبار من السكر، وربع معلقة من الملح. وهنضيف كمان 3 معالق كبار من الزيت. هنقلب المكونات مع بعضيها ونضيف الزيت، وبعد كده هنبتدي نعجن العجينة بتاعتنا. ادي 1 2 3، ممكن خدت ايه معلقة زيادة كمان. ده كيلو من الدقيق، ويعني ما عايزه تحطي لبن بودره، عايزه تحطي زبادي براحتك. بصي العجينه بسم الله ما شاء الله هوا. هنبتدي بقى ايه نرش رشه من الدقيق كده حلوه، وننزل عندنا بالعجينه بقى كده. لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
نبتدي نكور المعجنات دي من الحاجات والله العظيم خير في البيت، رزق كده وبركة. الحشوة اللي هنعملها عبارة عن جبنة موجودة عندك، جبنة قريش، جبنة كريمي، جبنة اسطنبولي، اي نوع جبنة انت بتحبيه. حطيت عليه شوية من البابريكا وشوية من الشطة، وده اختياري الشطة طبعا. وابتديت احطها كده واقفل عليها كأنها رغيف فينو صغير بالشكل ده، تبقى سندوتشات محشية اهي. وهنعمل منها كمان المدور بنفس الطريقة بس بندورها. ادي عملنا، بصي بقى الطراوة ما شاء الله في منتهى الجمال. اولادك ياخدوها معاهم بقى بالليل في اللانش بوكس، حاجة كده في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. شايفة الحشوة جوه والعجينة خفيفة خفيفة خفيفة. كل ما ايدك تبقى في المعجنات كل ما هتعملي معجنات في منتهى الجمال. بصي الطراوة اللي القرصة طالعة بيها، شايفة السوا من بره ومن جوه. هوريكي برضو الحشوة من جوه في منتهى الجمال. بصي اهي محشية، يعني انت مش محتاجة تعملي جنبها اي حاجة. نعمل جنبها بقى ايه؟ ده الكلام ده كنا عاملينه بالليل، برضو هيكفينا للصبح. نعمل شاي بلبن، نعمل نسكافيه ونفطر منها. يبقى احنا عملنا القرص دي من بالليل، يبقى هتعمل لنا ايه؟ فطار وعشاء، وممكن تكفينا عشاء لليوم اللي بعد كده. هنبتدي بقى الغدا. هنعمل عندنا طبعا احنا فطرنا كده القرص، هنعمل بقى عندنا شوية كشري، بتنجان مخلل، بتنجان بابا غنوج، شوية مخلل، شوية خضرة، شوية سلطة، شوية بطاطس محمرة. عاملين أكلة كشري في منتهى الجمال. التحابيش دي بتخليه عسل. عايزة تسلقوا بيض حطوا جنبه بيض مسلوق، يعني هو مش محتاج أي حاجة جنبه. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده وجبة، يعني عارفة اللي بقولك ايه، كاملة متكاملة. بطاطس دواير محمرة كده أو تعمليها صوابع زي ما تحبي. أكلة كشري في منتهى الجمال وسهلة جدا وحلوة وبتأكل بصراحة، من الأكلات الجميلة. انا يعني على طول بعمله الكشري الاصفر ده مع البتنجان بابا غنوج، مع مخلل بتنجان، شويه سلطه، شويه مخلل، بطاطس محمره. وادي بقى طبعا بالليل، طبعا احنا عملنا القرص الصبح، وادي بالليل برضو ايه نعمل القرص. عشان عايزه اقولك ان الحاجه اللي بتعمليها بتكفيكي كذا يوم. وطبعا احنا عاملينها من كيلو دقيق، نحطها في الفريزر ونطلع وقت ما بنحب نستخدم. دي كانت العشوه بتاعتنا. تعالوا بينا بقى اليوم اللي بعد كده. هنعمل عندنا بقى ايه؟ عندنا بيضتين عليهم معلقتين زبادي، عليهم معلقتين سكر، عليهم ذره من الملح، معلقه بيكنج باودر، ونبتدي نضربهم مع بعض. ونضيف عندنا كوبايه من الدقيق، طبعا بتضيف حبه بحبه من الدقيق لغايه ما بنوصل لكوبايتين، كوبايتين وشويه. نبتدي بقى ايه نعملها عجينه على حسب السوائل ما تاخد عندنا من دقيق. خدت كوبايتين، خدت 3 زي ما السوائل تاخد. بعد ما عجنتها ابتديت اقطعها لكور صغيرة بالشكل ده. هناخد بقى اول كورة ونبتدي نفردها، عايزينها رقيقة مش تخينة. هوريها لك دلوقتي بعد ما بفردها. بصي ده السمك بتاعها اهو. نيجي بقى عندنا على النار في شوية زيت بقى يسخنوا، ونبتدي ننزل عندنا بالعجينة بتاعتنا، بس بعد ما بنخلص اقراص العجين كلها، بعد ما ايه ما بتخمر او ترتاح يعني. بصي بقى شكلها والفقاقيع اللي هي منزلاها شكلها بيبقى جميل وطعمها احلى. يلا كده استوت. فطاير سهلة وسريعة، ونحط عليها شوية سكر مطحون. عندك نوتيلا، عندك مربى، عندك اللهم صل على النبي صوص شوكولاتة، الصوصات اللي انت عايزاها ان شاء الله في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين حاجة سهلة جدا وبسيطة وتغيير على فكرة. عندنا بقى الغدوة هنعمل لهم بقى فراخ محمرة ورز بالشعرية وشوية ملوخية وشوية شوربة، وجبة غدا ما شاء الله. يبقى احنا عندنا الاسبوع الحمد لله يعني في اكلات كده واكلات كده، وما شاء الله متكامل كله في الايه في الوجبات. يبقى احنا عملنا 8 وجبات، كل وجبة عبارة عن فطار وغدا وعشاء. الحمد لله زي ما انتم شايفين صنفنا ونوعنا فيها. ولو عجبك الفيديو تنسينيش بدعوة حلوة ولايك حلو من ايديكي. ولو عجبك الفيديو وعايزة وجبات تانية اعملها لك ان شاء الله بإذن الله. طبعا كلنا من محبين الفراخ المحمرة، الرز بشعرية، الملوخية الخضراء، حاجة كده مفيش بعد كده.
كده خلصت بقى وجبة الغدا. تعالوا نشوف الوجبة بقى ايه اللي احنا هنعملها بعد كده. عندنا القرص بقى، القرص الجميلة الدايبة اللي احنا بنحب بقى ايه نعملها. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، عبارة عن ايه قرص حاجة كده جميلة. دي قرص بقى ايه، الطريقة هتبقى كاملة على القناة عشان طبعا طول الفيديو عملنا بقى قرص من ده ومن ده، بتكفينا بقى فطار وعشاء، ويعني ايه بتزقطط الدنيا. عملنا منها السادة وعملنا منها بالعجوة، وما شاء الله في منتهى الجمال. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، متنسونيش بدعوة حلوة ولايك حلو من ايديكم، ويا رب يا رب تكونوا استفدتوا منه بمشيئة الله، ويكون يفيدكم ولو بحاجة بسيطة. ولو عجبكم الفيديو كده اعمل لكم برضو ايه مرة تانية مجموعة من الاكلات فطار وغدا وعشاء عشان ايه يعجبكم، لان دي حيرة بنحتار لها، وبالذات في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها. عايزين نوفر على قد المستطاع او نكفي بيوتنا يعني زي ما احنا عارفين. فاحنا عملنا حاجات يعني الحمد لله. طبعا ما اقدرش اقولك هي الميزانية طبعا عندي مختلفة عن عند غيري، في غيري اعلى مني، انا وسط في او في يعني ايه في اقل، فبتبقى ظروف الحياة او الظروف الاقتصادية مختلفة من بيت لبيت، وفيها اختلاف في اللهم صل على النبي في المكونات. فيا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واسيبكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة حبايب قلبي.